احتضنت العاصمة الكتالونية برشلونة حفل جوائز يومية ماركا الذي عرف حضورا قويا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل أيام معدودة من موقعة الكلاسيكو. مراسلنا أشرف بن عياد يقربنا من أبرز المتوجين في سياق التقرير التالي. بعد مرور أسابيع قليلة على تسلمه الحذاء الذهبي، ها هو ليونيل ميسي يعود مرة أخرى إلى أجواء الجوائز من خلال حفل صحيفة ماركا التي تمنح لقب الهداف. برفقة رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو وزميله أندريس إنيستا، وصل النجم الأرجنتيني لبرشلونة إلى المكان المخصص للحفل من أجل استلام جائزة البيتشيتشي التي حققها بعد إحراز 37 هدفا خلال الموسم الماضي. ليو لم يكتفي فقط بهذا الاعتراف، بل حصل أيضا على جائزة أفضل لاعب والتي تحمل اسم الأسطورة الراحلة ألفريدو دي ستيفانو. هذه المشاهد تأتي قبل أيام قليلة فقط من زيارة المتصدر لملعب البرنابيو. سيكون من المهم بالنسبة لنا تحقيق الفوز في تلك المباراة نظرا لما تمثله من أهمية، فهو لقاء خاص أمام ريال مدريد وعلى ملعبهم. سيكون من الجميل توديع العام بانتصار والذهاب لقضاء الأعياد بسعادة. خلال هذا الحفل خصص تكريم خاص لأندريس إنيستا قياسا على عطائه بقميص المنتخب الإسباني. قائد برشلونة يحذر بشكل واضح من مفاجآت المونديال. علينا الذهاب للمونديال بأقصى طموحات، مع العلم أن النسخة الماضية كانت مخيبة بالنسبة للجميع، وهذا تحذير واضح بدءا من المجموعة التي نتواجد فيها، وانطلاقا من هناك سنحاول مواصلة التطور والقيام بدور كبير. جائزة أفضل هداف إسباني حصل عليها مهاجم سيلتا فيغو ياغو أسباس، فيما توج السلوفيني المتألق يانو بلاك بجائزة أفضل حارس. حامي عرين أتلتيكو مدريد تطرق إلى مستقبل غريزمان. غريزمان بحالة جيدة جدا وهو موجود معنا، لا نعلم أبدا ماذا سيحدث في المستقبل. التحكيم الإسباني كان حاضرا أيضا في حفل ماركا، لكن هذه المرة كفرصة للتكريم في خضم جدل سيتواصل طوال الموسم. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة.